القوى الناعمة، والآن ما بقتش قوى ناعمة فقط، بقى في حاجة اسمها القوى الذكية اللي هي السمارت باور. القوى الناعمة ثقافة، قيم، دبلوماسية، مفهوم ممكن أتكلم؟ مفهوم واسع شوية. هل نحن، ونحن معنيين على فكرة أي حد فينا بما فينا حضراتكم اللي بيصورونا واللي حضروا الندوة جايين والدارسين اللي موجودين، كلنا بنشتغل في حكاية واحدة يعني، مع تفاوت بقى الدرجات أو المستويات. إحنا عارفين نستغل القوى الناعمة كما حدث في أعقاب نكسة 67. لا احنا عندنا مشكله من ساعه بقى نكسه 67. بس كمل سؤالك عشان اعرف اجاوب. لما طلعت ام كلثوم في مسرح الاوديون في باريس، طبعا راحت الجبهه الاول هنا، وبعدين وسلمت على الرجاله. فاهم الست الكبيره اللي في السن دي في وقت كان في رجاله يغمى عليها وبتاع، راحت عامله اداء يعني، بس عشان نبقى شايفين، راحت الجبهه شجعت الناس بقوه، وراحت رايحه بعد كده للديون وطلبت اعلى اجر، ودي المره الوحيده اللي طلبت فيها حاجه كده، وبعدين طلعت غنت وطبعا لما تغني بالشموخ وبالعظمه دي يبقى انت ما اتهزمتش قوي برضه. يدعوت احرنوت اللي هي اكبر صحيفه عندهم زي الاهرام كده عندنا، خرجت تاني يوم بعد هذه الحفله وقالت منشط بالعبري طبعا بس ترجمته بالعربيه: مصر لم تمت. تمام. عشان الست ام كلثوم راحت بعد 67، يعني اكتر حاجه في العهد الحديث او العصر الحديث تاريخيا كانت يطلق عليها نكسه. يعني في حاجات تانية طبعا بس مش مجالها دلوقتي يقول عليها نكسه. الست طلعت قالت وقف الخلق، ويدعوت احرنوت طلعت قالت مصر لم تمت. هل احنا عندنا النهارده من الفنانين والكتاب والمطربين والممثلين اللي يقدروا يلعبوا الدور، طبعا مع فرق الحدث يعني، اللي يخلي العدو يقول مصر اهي؟ طبعا احنا بس بتبقى مشكله ساعات ما بنبقاش لاقيين بعض. يعني احنا كمصريين مشكلتنا في رايي، اصل هي عملت ايه، بس عشان انا اقول ذكرت الفلوس، هي عملت ايه كمان بعد كده؟ خدت الفلوس دي واديتها المجهود الحربي في السر لغايه ما سامح حجازي الله يرحمه اللي قتلها الغدر الاسرائيلي، المذيعه المصريه اللي في الوقت ده قتلت في طائره مدنيه طبعا. المهم انها كلمتها، فلما قالتها لها على الهواء وقدمت الفلوس لمجهود الحربي كانت خجلانه جدا، تلاقوها على اليوتيوب يعني. وهي بتقول مش كتير وبتاع، يعني لما كانت عامله القصه الموقف بتاع لازم اخد اعلى عين، مش بس عشان تعمل ستيتمنت عشان تحط نقط على الحروف ان انا جاي من مصر، انا كوكب الشرق وجاي انا امثل المصريين. هي فاهمه دورها، دي بقى النقطه اللي نبدا منها، هي فاهمه ثقلها وفاهمه دورها. احنا عندنا مشكله من 67 في رايي، انها الضربه الجامده مش في الضربه، يعني في قول عسكري مهم جدا يعني ينفع لكل مراحل التاريخ. تخاض الحروب بالاسلحه وينعقد النصر على الرجال. تخاض الحروب بالاسلحه، تقعد باسلحه قدام سلاح وسلاح قدام سلاح، انما مش هتنتصر ابدا وانت عندك العسكري بتاعك جاهل او مستعبد او مظلوم او مش فاهم قضيته او فاهم قصدي. احنا مشكله في رايي انه بعد 67 مش الضربه العسكريه، الضربه اللي اكتشفت انك انت عايش في حاله من الكرتون، عالم كرتوني انت جواه. الوطن العربي الكبير، قدرتنا على الردع، جهوزيتنا، بتروح تحارب في اليمن وبعدين مش عارف تعمل حاجه هناك، وبعدين تيجي في ناس بتتجند كانت بالجلابيه على البتاع، على يلبس على الجنه على طول يعني، فبتضربوا انتوا على الارض علشان نوع من التسيب يعني رجه فينا
هتلاقي اثرها لغايه دلوقتي فينا، في الاحتياطات الزائده اللي اتخذت في الجيش بعد كده. يعني في تحس ان هو في قرار اتخذ ومش هيتهزم تاني، ومحدش هيورطنا من السياسيين في معركه تاني. تحس ان دي بقت حاجه فيها عقيده استقرار. واحنا كشعب التجارب بتاعتنا يعني احنا بنسخن جدا مثلا مع الانتفاضه الفلسطينيه انما وبالذات لما بتبقى الحاجه فيها تهديد لمقدسات زي المسجد الاقصى او بتاع. انما لو نفس الناس اللي هي طالعه في الشارع دي بتقول لها هل انت مستعد تحارب دلوقتي، هتلاقي ناس كتير جدا بتقول لا لازم نجهز الاول او نبقى قادرين ان احنا ناخد الحرب. محدش فينا دلوقتي بس قرار الحرب كمان ده قرار سيادي وقرار المتخصصين. احنا عندنا الحرب بتاعتنا احنا اللي مش محتاجه قرار سيادي. اللي هي القوة الناعمة اللي هي ما فيهاش سلاح. ما هو انت تبقى واثق في نفسك الاول، ما هو انت قادر على انك تشكل وجدان شعب عريق اسمه الشعب المصري وتتحدث باسمه وتوصل الصوت ده في ظل العولمه وفي ظل الانفتاح التكنولوجي وفي ظل الحرب بتاعت الجيل الرابع اللي تؤمن بهويتك الاول. هويتك هي النقطه، هويتك هي نقطه البدايه، هي نقطه البدايه. لانه واحد زي نجيب محفوظ يعني ده انا بسمي الناس دي الاهرام البشريه المصريه، يعني اللي هم بيعملوا حاجات غير عاديه في الثقافه بالنسبه لنا وفي الميادين مختلفه. نور حضرتك قفلته بظهرك في انواع مختلفه من في مجالات احنا عندنا في الابداع وفي يعني في الفلسفه في الفكر في الابداع في جوانب. حتى احنا كان في الستينات كان لسه عندنا الطموح العلمي وكان عندنا في مهندسين طاقه نوويه وكان في عندك محاولات للتصنيع وتصنيع السلاح. كان عندك فاهم قصدي؟ كل الحاجات دي اللي هي العقول ده اتراج جامد. انت فقدت الثقه في نفسك. انتشر بعد كده كان نار في الهشيم تقديس الحرف اللاتيني على الحرف العربي لغايه ما وصلت الاجيال بتعتبر انها مش شياكه انها تكتب عربي او تحط ده او تسمي. فاهمين قصدي ايه؟ لانه انت حسيت فجاه شربنا ده لانه حسينا فجاه ان كل ده روطان. عمال تتكلم عن النصريه وعن الامه القادره اللي عايزه تبقى امه. احنا مشكلتنا الحقيقه عارفين يا جماعه في رايي ايه؟ واسف على الاطاله يعني. انا رايي ان احنا واقفين في حته مشكلتنا ان عندنا مبادئ فيها. يعني مثلا لو انا قلت لك النهارده ايه رايك في دول حلت المشكله كلها من بابه وما عملتش ابطال زيك وزي ابائنا يعني، وقررت انها تفتح المسائل على البحر وتبقى نوادي للقمار ونوادي كباريات وبتاع وتكسب سياحيا. لا انت هل انت مش هتلاقي الناس توافق على كده في مصر. مش هتوافق على الصيغه دي تبقى هي دي. مش هتبقى تايلاند، مش هتبقى الفلبين. فاهم قصدي؟ ومش هتبقى ايران. انت مش هو ده الناس رفضته بنفسها. انت بتدور على هويتك وده اللي انا اقصده. لازم يبقى عندك ثقه بقى في هويتك دي. اللي احنا مش لازم نبقى شبه حد. بس نعرف احنا شبهنا ايه. شبهنا ده نجيبه انك انت تعترف اول حاجه انك انت بتنتمي لحاجه اسمها التراث المصري على مدار تاريخه. فالفرعوني ده مش اللي هم الكفره اللي هيروحوا النار لانه ما فيش قبل، مش عايز المسلمين قبل الاسلام يعني او المسيحيين قبل المسيحيين ازاي؟ والجزء ده عايز والعكس تماما. في ناس عايزه تبقى مصر فرعونيه وما تبقاش في حاجه بعد كده، وفي ناس مقتنعه لغايه المرحله القبطيه، وفي ناس عايزاها مصر الاسلاميه. طب انت حضرتك اسمك كده اعمل لك ايه؟ انا وانت هو احنا تشكيلتنا كده. محمد بيباوي رعى هو ده اللي فيه. هو انت ده شكلك. انا مالي يعني. انا اما انك انت تقعد بقى تشوف شكلك ده وتصالح تاريخك. يعني احنا دلوقتي هنفضل على فكره كشط او اوجه الملوك ده عاده فرعونيه.
يعني كان كل ما بيتخانق مع اللي قبله بيروح جاي هتلاقي وشه بشنطته في الحرب. يا ساتر يا رعد. فانت اصلا وانت فاهم تلاقي عندنا تناقضات ما حليناهاش. يعني ناس كتير جدا مش بائز قوي من موضوع الفراغ. ليه يا ابني؟ طبعا هو مش اخطائهم بس، لان في وزارات تعليم متتابعه يعني ادي النتيجه. فيلم الموميا، كان فيلم الموميا ده من الافلام المهمه جدا. فيلم الموميا من الافلام اللي خلى برضه المصريين برضه ده فيلم من افلام الهزيمه، يعني وقت ده فيلم من افلام المقاومه اثناء الهزيمه، مع انها مش مقاومه مباشره، بس باكد لك ان الفيلم ده رابك اسرائيل ورابك كل من هم معاه، لان هي كانت بايعه بفكره المصريين مقموعين وان هم شويه فيهم بس اللي عندهم ثقافه وبتاع، والمصريين بعد ما يكسروا مش هيقول لهم قوم. وده ما كانش صحيح من زاويه، بالعكس انت طلعت احلى 6 سنين في معدنك في الفتره ما بين الحربين. الهويه هي البدايه. الهويه